كفاية عُقَد يا جماعة، كفاية نقعد نقول كلام ونكرره كلام حرفيًا ما لوش أي أساس من الصحة. الكلام اللي إحنا عمّالين نقوله للطلبة إن الناس لو دخلت محاولات بتزيد بالعافية أو ما بتزيدش خالص، أو الكلام ده كله عشان يفضلوا يدفعوا فلوس في محاولات كتير، أو الكلام ده ما لوش أي أساس من الصحة. حرفيًا الكلام ده فعلًا بيسبب إحباط كبير جدًا للطالب. ناس كتير بتزيد 200 و300 درجة وما بيكونوش متوقعين إن هُم هيكونوا زيادة الزيادة دي، بس ده بيحصل فعلًا، حصلت مع طلبة كتير جدًا. إيه بقى الحاجة اللي بتخلّي score الطالب ما يزيدش أو الزيادة بتاعته بتبقى بسيطة جدًا؟ ممكن يكون الbasics بتاعك مش أفضل حاجة، ممكن يكون عندك shortage في الvocabulary، ما عندكش strategy كويسة تحل بيها، ما عندكش technique معيّن بتعرف تصنّف بيه الأسئلة. ما بتراجعش أخطائك، ما بتعرفش أنت غلط ليه، الأخطاء دي أنت غلطت في السؤال ده ليه وإيه الصح بتاعه. كل الحاجات دي تخلّي سكورك ثابت وما يزيدش أبدًا. فلو أنت عرفت إيه الshortage اللي عندك والweak points واشتغلت عليها، صدّقني أنت تقدر تجيب score عالي وتقدر تزيد بال200 و300 درجة من المحاولة الواحدة. فما بلاش تسمع الكلام اللي يحبطك وما تسمعوش للناس دي، لإن فعلًا الكلام ده ما لوش أي أساس من الصحة يا شباب. اشتغل على نفسك وإن شاء الله تقدر تجيب الscore اللي أنت عايزه. أشوفكم في فيديو جديد.